تعال نتكلم عن حاجة تانية مهمة جدا. الداتا سيت بتاعتنا كانت فيها مجموعة من السامبلز كتيرة. تعال نتكلم بقى على موضوع التريننج، الفاليديشن والتستنج. التريننج عبارة عن ان انا باخد مجموعة من السامبلز دي علشان ابيلد بيها الموديل، فهي عبارة عن جزء من الداتا اللي الموديل هيقدر انه يشوفه ويأدجست نفسه عليه علشان يتعلم. الفاليديشن هي جزء من التريننج، بسيبه لوحده علشان اقدر ان انا احدد مجموعة من البارامترز في الموديل او اشوف البرفورمانس بتاع الموديل بشكل عام على داتا انسين. فالفاليديشن هو جزء بناخده من التريننج لاهداف تانية، اوبتمايز بيه مجموعة من البارامترز جوه الموديل، او ان انا ايفالويت البرفورمانس بتاع الموديل، فافهم ازاي هو هيجنرالايز، ازاي هو هيقدر يبيهيف على داتا انسين. ما بتكلمش عن اي موديلز دلوقتي، مش بتكلم عن اي الجوريثم، احنا بنفهم بس مجموعه من الترمز المهمه عندنا في الفيلد، علشان بعد كده لما نتكلم عن الموديلز ونتكلم عن الترمز دي تكون واضحه احنا بنريفير لايه. التستنج هي الحاجه بقى اللي فعلا انسين، حاجة اللي مش هاجي جنبها دلوقتي خالص، تيجي هي زي تضيف كده مجموعة من الانسين سامبلز، مجموعة من الستودنتس الجداد اللي هبدأ اللي انا ايفالويت الموديل بتاعي على الانسين سامبلز دول، فاقول لك والله دول هيعدوا الاكزام ودول مش هيعدوا الاكزام. فانا بص بقى على الترو ليبل اللي هو الواقع، هل الناس دي فعلا عدت الاكزام ولا ما عدوش الاكزام. فاقدر ان انا ايفالويت الموديل بتاعي، اشوف هل الديسيجن اللي هو اخده بين الناس دي بتعدي الاكزام والناس دي مش بتعدي الاكزام، هل ده فعلا صح ولا مش صح. نروح على مشكلة تانية وهي مشكلة ريجريشن. ريجريشن هدفها ان هي توجد، او اللينير ريجريشن تحديدا هدفها ان هي توجد اللاين اللي بيها describe relationship ما بين two continuous variables. يعني ايه continuous variable؟ يعني variable continuous يقدر ان هو ياخد اي value ممكنة. فبالتالي انا في المشكلة بتاعت الريجريشن بحاول ان انا الاقي اللاين اللي بيفت الداتا بوينتس بتاعتي باحسن طريقة ممكنة. يعني ايه البيست فيت ده؟ البيست فيت ده معناه ان هو قريب جدا من الداتا بوينتس اللي موجودة عندي، مش بعيد. يعني مثلا ده مش جود فيت، ده مش جود فيت، وهكذا. اي لاين هترسمه بعيد عن الداتا ده مش جود فيت للداتا بوينتس بتاعتي. فبالتالي اللاين اللي احنا راسمينه ده اللي هو الاخضر ده عبارة عن جود فيت للداتا بتاعتي. طيب ايه هدف الكلام ده؟ هدف الكلام ده ان انا احاول ان انا بريدكت فاريبل من فاريبل تاني. فانا لو عندي مثلا داتا بوينت هنا، given الداتا بوينتس اللي انت عارفها عن الستودنتس السابقين، هل الستودنت ده موست لايكلي كان بينام كتير ولا قليل؟ فاكوردنج للداتا دهيت واللاين المرسوم ده، بتقدر اللي انت تبروجكت الفاليو اللي معاك دي اللي هي 7 ساعات على الريجريشن لاين، فتقدر تقوم قايل والله هو موست لايكلي مثلا كان بينام عدد ساعات معينه. من الحاجات اللطيفه هي برضو الجنراتيف مودلز. جنراتيف مودلز مش عامله زي كلاسيفيكيشن ولا ريجريشن، ولكن هدفها ان هي جنريت داتا جديده. ازاي انا من مفهوم مجموعه من الايمجز مثلا الموديل بتاعي او الماشين تقدر ان هي تطلع صوره جديده خالص، تطلع صوره مش موجوده، تطلع صوره بناء على فهمها من الداتا اللي كانت داخله لها في التريننج. واقدر ان انا ايفالويت كمان اللي طالع ده، هل هو حاجه جنريتد بشكل دقيق ولا حاجه تعتبر راندوم وحاجه مش مظبوطه. واقدر كمان ان انا استعمل موديل يقدر ان هو ايفالويت الموديل اللي بيجنريت الداتا. فانت تقدر ان انت تحط موديل على موديل، موديل يبقى بيجنريت الحاجه وموديل تاني بيقول لك الحاجه بتاعتك دي ريل ولا فيك. دي كانت مجموعه من الموديلز بتستخدم في حل مشاكل معينه والاوتوميشن بتاع حل لمشاكل معينه. شكرا جدا انك كملت الفيديو للاخر، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.